دعني أرحب من جديد أيضا من المنام الدكتور نبيل رجب أمين عام مركز البحرين لحقوق الإنسان. يعني طبيعي أن نتوقف معك دكتور نبيل مع آخر المستجدات من خلال صدور الأحكام بحق الناشطين في البحرين. تفضل. يعني كما تعلم أخي العزيز أن الأحكام قد صدرت، أنا لا أعلم ما أدلى به الأخوة، ولكن كما تعلم كل هذه المحاكمات هي محاكمات صورية لا تتوافق مع أي معايير دولية لحقوق الإنسان أو أي معايير دولية لمحاكمات عادلة. هذه محاكم وهذه أحكام سياسية أطلقها النظام الحاكم ضد النشطاء المطالبين بحقوقهم، ضد أناس محترمين في مجتمعاتهم من رجال دين ونشطاء حقوق إنسان ومعارضين سياسيين. كل هؤلاء الناس يعتبرون من رموز البلاد ويكون لهم أبناء الشعب البحريني كل الاحترام. نعم. وحقيقة الاحتجاجات اليوم بدأت غير عادتها من صباح اليوم من خلال إغلاق الكثير من الطرق من قبل المتظاهرين احتجاجا على هذه الأحكام الظالمة ضد هؤلاء الناس. وأنا أعتقد أن النظام الحاكم بهذه المحاكمات الصورية وبهذه المحاكمات التي تخالف كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البحرين هو يناقض نفسه في نفس الوقت حين يتحدث عن أي عملية للحوار أو أي عملية للمصالحة. اليوم تم بعد الحكم وتحدث حاول عبد الهادي الخواجة والإبراهيم شريف التحدث إلى القاضي بالقول أنهم يعبرون عن آرائهم، ولكن رجال الأمن الذين صفقوا للحكم والذين ابتسموا وقبلوا بعضهم البعض من جراء هذا الحكم قاموا بسحب المتهمين من قفص الاتهام بعنف، وقاموا باعتقال زينب الخواجة وهي الآن معتقلة لأنها احتجت عن الحكم الصادر ضد. طيب، قبل قليل تحدثت مع ضيوفي أيضا عن هذه الظاهرة، ظاهرة اعتقال النسوة، الطاقم الطبي، حتى أيضا وصل الأمر إلى التربوي، إلى القطاع التربوي. ربما النظام البحريني هو من الأنظمة القمعية والدكتاتورية القليلة الذي قدم نساء وطالبات وطبيبات وممرضات إلى محاكم عسكرية. حتى نظام صدام حسين الظالم الذي ارتكب جرائم ضد الحرب لم أسمع أنه قدم نساء وطالبات وطبيبات إلى محاكم عسكرية. طيب، أنتم عبرتم في مركز البحرين لحقوق الإنسان عن هذا القلق لتعرض المئات من المدنيين للمحاكمات العسكرية. هذا الاستمرار برأيك ماذا يخفي وراءه؟ هذا ربما الدعم السعودي الذي النظام السعودي الذي يخشى من الديمقراطية، النظام السعودي والثورة المضادة التي تدعمها المملكة، حكومة المملكة العربية السعودية والأسرة الحاكمة في السعودية ضد كل الثورات في المنطقة العربية هي التي تدعم النظام البحريني. النظام البحريني لا توجد لديه مشروعية الآن، كل العالم واقفا ضده، حتى الولايات المتحدة وهي أكبر حليف تخلت عنه في مجلس حقوق الإنسان، وكذلك تخلت عنه كثير من الدول الأوروبية. النظام البحريني بات في زاوية، بات نظاما وحيدا، لكن ما تأخذه العزة بالإثم بالعون الذي يلقاه من قبل النظام السعودي. ولكن أنا في اعتقادي أن الإرادة الشعبية والإرادة السياسية للناس والمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان هي التي سوف تتغلب أخيرا عن قمع واستبداد وتسلط هذا النظام الحاكم الظالم. واليوم الناس هم في الشارع وبكرة سوف تراهم في الشارع، هذه باتت مسؤولية أخلاقية لنا كنشطاء حقوق الإنسان أن لا نهدأ وأن لا نسكت حتى أن نخرج هؤلاء جميعا من السجن إن شاء الله. طيب، في الممارسات أيضا تعدى الأمر مسألة المحاكمات إلى الفصل، أو على الأقل حاول أن يزاوج بين الاثنين. وزارة التربية قامت بفصل العديد من مديرات المدارس شفهيا، وحولت البعض الآخر إلى الجهات الأمنية للتحقيق. كيف يمكن أن يتم كل ذلك والرأي العام لم يحرك أي ساكن؟ حقيقة الرأي أولا النظام الحاكم يمارس الآن التطهير الطائفي في كل مؤسسات الدولة، ويحاول الاتيان بمجندين من خارج البلاد لتجنيسهم، للضغط على أبناء الشعب البحرين في رزقهم وفي أعمالهم ومن خلال اعتقالهم وتعذيبهم لكي يخرجوا من البلاد ويبحثوا عن فرص عمل أخرى، وفي نفس الوقت يغطي هذا الفراغ بمجندين من الخارج. هو يعمل على مسألة التطهير كما جرت في البوسنة والهرسك
كما جرت في إسرائيل قام بها النظام الكياني الإسرائيلي، لكن بصورة ربما مختلفة. ولكن هل هذه السياسة سوف تؤمن الاستقرار إلى النظام الحاكم؟ لا أعتقد كذلك. إنما هذا النظام يدفع الناس إلى الردود العنيفة. هذا النظام الآن الناس باتت مهددة في وجودها من قبل هذا النظام، الناس باتت مهددة في رزقها، الناس باتت مهددة في تعليمها، وكل هذا الفصل عن الأعمال التي تراه يأتي في سياق التطهير المنهجي الذي يمارسه النظام تجاه هؤلاء الناس. ولكن لا أعتقد أن هذه العملية الإجرامية التي يقوم بها كما قامت بها إسرائيل ونظام جنوب أفريقيا العنصري سابقا في نهاية المطاف سوف تعمق الأزمة وسوف لن تأتي له بالحلول لهذه الأزمة. شكرا لك دكتور نبيل رجب، أمين عام مركز